بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، وعايز نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وخليني أبدأ معاك من عند تدريبات نادي الزمالك. وخلينا أقول إن خلاص يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك استقر على ملامح التشكيل الهجومي لنادي الزمالك. هيكون في الجناح الايمن خوان الفينا، والجناح الايسر شيكو بنزل اللي عملوا ثنائيه مميزه في اخر التدريبات. كمان هيكون راس حربه صريح هو الفلسطيني عدي الدباغ، لان الراجل شايف من ساعه ما اللعيبه دي دخلت التدريبات في نادي الزمالك الراجل قلبه كده اطمن لهم، وشاف ان اللعيبه دي هي اللي اقدر ابني عليها التكتكس الهجومي بتاعي، هي اللي اقدر ابني عليها انا هلعب طريقه لعبي هتبقى ازاي هجوميه في المباراه. والراجل يعني مقرر انه يعتمد على اللعيبه وشغال معاهم شغل فردي بشكل يعني كويس جدا جدا عشان يحضر اللعيبه لمباراه المقاولون العرب. فكل التوفيق للناس اللي هتبدا في المباراه في تشكيل نادي الزمالك، او حتى الناس اللي هتكون على مقاعد البدلاء وتدخل في المباراه، لان طبعا اي لاعب هيتالق في المباراه ده هيعود لنادي الزمالك في المكسب. كمان يعني هيعود في الاداء الفني داخل ارضيه الملعب لنادي الزمالك. طبعا زي ما كلنا عارفين شعار الزمالك من 1911 لحتى الان هو فن وهندسه زي ما كلنا عارفين طبعا. فكل التوفيق للناس اللي هتبدا المباراه في المباراه القادمه امام المقاولون العرب، والمكسب يكون زملكاوي باذن الله. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة للجعان رسميا في السعودية. الجعان أبلغ المسؤولين في النادي الأهلي إنه ما عادش قادر يتحمل الضغط الجماهيري من نادي الزمالك، ويعني نفسيته متدمرة بمعنى البلدي كده، وطلب الخروج كإعارة في يناير المقبل بإذن الله. كلام تمام حد هنا. والد الجعان عنده سبوبة كويسة جدا جدا من السعودية، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي موافق إنه ينتقل زيزو إلى السعودية، ولكن طبعا لازم الخطيب يوافق على السبوبه دي، لانه هينوله طبعا من الحب جانب. انت كنادي اهلي عندك حقوق ان اللاعب ده يلعب معاك، فهتديه نادي اخر، فبالتاكيد هتستفاد ماديا من الصفقه دي. فطبعا المتضرر هيكون في الحكايه هو الزمالك. ليه يا عم نجم الزمالك هيكون الزمالك؟ اقول لك انا، زيزو من ساعة ما انضم للأهلي حتى الآن والمشاكل شغالة تيجي واحدة واحدة في الأهلي، سواء لعيبة مش راضية تجدد عقودها، سواء لعيبة بتقدم للفيفا ملفات عشان تفسخ عقودها، وأكلمك عن أحمد عبد القادر فيما هو قادم من الحلقة، سواء لعيبة بترفض إنها تنزل التدريبات الجماعية لأنها ما خدتش المستحقات بتاعتها أو ما خدتش المكافآت بتاعتها، سواء يعني أكتر من مشكلة أحكي لك إيه ولا إيه، كلنا طبعا عارفين المشاكل دي. فالمتضرر هيبقى الزمالك مش الاهلي ابدا، لان زيزو لو مشى من الاهلي هتبقى في استقرار كبير عند الاهلي، واحنا مش عايزين ده بالمعنى البلدي كده. فده بالنسبه لرحيل الجعان الى السعوديه، وخلاص والده مخلص كل حاجه مع النادي السعودي ده، وعلى يناير هيكون زيزو في هذا النادي السعودي. طبعا محدش لسه عارف اسم النادي السعودي. احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ساب الجميع في غفله كبيره، ويعني الراجل بقاله اكتر من 4-5 ايام ما نزلش التدريبات الجماعيه في الاهلي. هو بينزل تدريبات منفرده، ولكن اللاعب ليه يومين ما راحش التدريبات المنفرده اصلا. وفي محاولات من عماد النحاس انه يقنع ريبيرو انه اللاعب ينزل التدريبات الجماعيه، ولكن الراجل غير مقتنع تماما بقدرات احمد عبد القادر. كان في كلام برضو خلال الايام اللي فاتت ان اهلي طرابلس الليبي في مفاوضات مع اللاعب، ولكن طلع المدير الفني الكابتن طبعا حسام البدري نجم الاهلي السابق والمدير الفني لنادي اهلي طرابلس الحالي نفى المفاوضات دي، وقال احنا ما تطرقناش ان احنا نفتح اي حاجه مع ضم احمد عبد القادر. خلينا اقول ان احمد عبد القادر ساب الجميع في غفله، وقرر تجهيز ملف للفيفا عشان يفسخ عقده مع الاهلي. اللاعب جهز الملف، والملف كامل بشكل يعني نهائي لفسخ التعاقد من قبل الفيفا وعن طريق الفيفا، وهيتم ارسال الملف ده خلال الساعات اللي جايه. احمد عبد القادر هيرسل الملف ده عشان يفسخ عقده مع الاهلي. كده خلاص الحكايه انتهت. احمد عبد القادر زملكاوي في يناير، مفيش كلام تاني. احمد عبد القادر زملكاوي في يناير.
فده بالنسبه لاحمد عبد القادر واللي بيحصل فيه. واتمنى ان اللاعب ينجح في خطه انه يفسخ عقده مع الاهلي، لان طبعا انضمام احمد عبد القادر للزمالك لعيب عنده قدرات كبيره جدا جدا، ولكن ما خدش حقه في الاهلي، ما خدش حقه في الاهلي. وكلنا شفنا القدرات دي مع الكابتن احمد سامي في نادي سموحه، هو ومصطفى فتحي كانوا عاملين ثنائيه مميزه جدا جدا. وان شاء الله شيكو بنزا واخوان الفينا بيزيرا يعملوا الثنائيه دي في نادي الزمالك. مستحقات ابراهيم نضاي المتاخره وحل ازمه ابراهيم نضاي. نادي الزمالك من الصبحيه توصل لاتفاق مع جوزيه جوميز، وبرضه توصل لاتفاق وحل من امبارح مع اللاعب البولندي كونراد ميشيلاك، وحاليا بيتم التواصل لاتفاق مع ابراهيم نضاي السنغالي لجدولة مستحقاته البالغة 1,800,000 دولار. اللاعب قدم شكوى ضد نادي الزمالك في الميركاتو السابق، مش اللي هو ميركاتو يناير، لا ميركاتو الصيفي الماضي. طبعا خليني اقول لك كمان ان اللاعب اخذ حكم على نادي الزمالك، ولكن الزمالك قال للاعب او اتفق مع اللاعب انه هيجدول المستحقات. واحده 750,000 دولار اول دفعه، الدفعه الثانيه كذلك 750,000 دولار، والدفعه الثالثه هتكون 300,000 دولار. يعني الزمالك هيقسط المبلغ 1,800,000 دولار لثلاث دفعات. فكل التوفيق للناس اللي هتشتغل على ملف ابراهيم نضاي، واللاعب موافق على فكره الجدوله. خلينا نتكلم معاك برضه بالنسبه لتجديد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك، واليوم باذن الله هتكون في جلسه حاسمه في تجديد حسام عبد المجيد في نادي الزمالك بعد الاتفاق. خلاص الاتفاق تم مع حسام عبد المجيد على البنود والشروط والمبلغ المادي والشرط الجزائي وكل حاجه وكل التفاصيل. الزمالك وجون ادوارد مخلصين مع حسام عبد المجيد لتجديد عقده، فاليوم باذن الله هتكون في جلسه لتجديد العقد رسميا مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. كمان الزمالك عنده تجديد اكتر من لاعب في الفتره الحاليه، سواء يعني احمد حمدي ومحمد السيد اللي فيه كلام عن الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم بالامس. شكرا لكم واتمنى انضمامكم لعائلتنا الصغيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.